السلام عليكم. ليه لازم تصلي كل صلاة في ميعادها؟ معروفة إن الصلاة ديّة فرض ولازم أصلي كل صلاة في ميعادها يعني وإلا يبقى حرام عليّا. ماشي، ما بتعملش كده ليه بقى؟ كلنا عارفين إن هو حرام إنك تفوّت الصلاة لحد ميعادها ما يخرج وإنك لازم تصلي الصلاة في ميعادها وكل الكلام الجميل ده، لكن إحنا مش حاسينه، إحنا مش مستشعرينه، إحنا مش عارفين ليه لازم نعمل كده، إحنا مش حاسين ليه لازم نعمل كده. أيوه، يعني أعمل إيه؟ ركز معايا. واحد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة على المؤمنين اللي زيي وزيك، الصلاة علينا فرض. كتاب يعني فرض، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، فالصلاة علينا كتاب فرض عادي كده اعمله في اي وقت، لا، كتابا موقوتا يعني فرض مؤقت بوقت معين. فعندي مثلا صلاة الظهر، ميعادها من اذان الظهر لحد قبل اذان العصر، ده وقت صلاة الظهر. لو صليتها في وقت تاني يبقى كده انا ما اديتش الفرض، لان الفرض مش مطلق، ده فرض ايه؟ مؤقت مقيد بوقت معين. يبقى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى ليه لازم تصلي الصلاة في ميعادها؟ عشان الصلاة عليك فرض موقوت. ده رقم واحد. رقم اتنين، أهل الجنة لما يتساءلوا عن أهل النار يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم النار؟ ده الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيحكيه عن حاجة هتحصل في المستقبل. المشهد ده هيحصل، هيتكرر كده بالظبط. ايه هو المشهد بقى؟ أهل الجنة يتساءلون، بيسألوا بعض، بيسألوا أهل النار ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم النار؟ إيه اللي زنقكم الزنقة الطينة دي؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني أهل النار هيقولوا لهم أول حاجة دخلتنا النار هي إننا ما كناش بنصلي. يبقى أنت بطمن بقى خالص، لو أنت ما بتصليش أهلا بيك في النار كده، خلاص أنت ضامن إن أنت هتخش سقر. مع مين؟ مع المجرمين. يبقى لازم تصلي الصلاة في ميعادها ولا لأ؟ لازم طبعا، عشان ما تبقاش من المجرمين اللي في النار. 3، أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي بيها دايما هي الصلاة. يعني أنت النهاردة تسلم بكرة تصلي، لا غلط، مش بكرة تصلي، النهاردة تسلم النهاردة تصلي، بس كده. ايه الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت سيدنا معاذ لليمن، سيدنا معاذ ده واحد من الصحابة الجمال جدا، النبي بعته قال له انت هتروح اليمن تدعو اهلها للاسلام، والنبي قعد يوصيه قال له انك تأتي قوما اهل كتاب. الناس دول اهل كتاب يعني كانوا نصارى او كانوا مثلا يهود، تمام؟ النبي قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، اول حاجة يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يسلم. طيب فإن هم أجابوك لذلك، يعني لو سمعوا كلامك وأسلموا، قال له فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى رقم 2 أنت هتسلم بعدها هتصلي، يبقى الصلاة رقم 1 في الإسلام، ده العمل العظيم جدا بتاع الإسلام. يبقى لازم تصلي الصلاة في ميعادها ولا لا؟ لازم، لأن ده أهم عمل في الإسلام. النبي كان بيؤمر الصحابة يؤمروا به الناس بعد الإسلام على طول، وكان بيعلم الصحابة كده دايما. 4، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العهد الذي بيننا كمسلمين وبينهم ككفار الصلاة. إيه اللي يفرقك عن الكافر؟ هو الصلاة. أعظم عمل يفرقك عن الكفار هو الصلاة. النبي بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بس مع السلامة. يبقى ليه لازم تصلي الصلاة في ميعادها؟ عشان تبقى مسلم بجد، مش مجرد اسم. المسلم اللي بجد بيصلي الصلاة في ميعادها، غير كده ما يبقاش مسلم بجد، يبقى أي كلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. 5، ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي ما بيصليش بالنار، فبيقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف، يعني جه بعدهم ناس. الناس دول ايه صفاتهم يا رب؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني هيروحوا في داهية في الآخرة، هيتعذبوا في عذاب النار الشديد. الناس دي كانوا بيعملوا ايه؟ أضاعوا الصلاة. يعني العصر أذن يقعد لحد العشاء ما يصليش العصر، ويفتكر بقى بالليل انا ما صليتش ايه، ويبقى يجيبهم كده بسرعة. اي كلام. الصلاة ما فيش فيها كده، الصلاة خلاص لما ينادي المنادي تقوم تلبي على طول. السيدة عائشة بتقول كان رسول الله إذا نودي للصلاة
قام كأنه لا يعرفنا. يعني أول ما الأذان يقول الله أكبر، النبي قاعد بيعمل حاجة مثلا في بيت عائشة ولا في بيت أمهات المؤمنين، أول ما يسمع الأذان على طول يقوم ولا كأنه يعرفهم. في حاجات أهم دلوقتي. صفاتهم إيه الناس دي؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اوعى تكون منهم ماشي ورا شهواتك، ورا لذاتك، بتعمل اللي على مزاجك واللي على هواك واللي يخليك مستمتع، بتجري ورا هواك وسايب الصلاة اللي هي أعظم أعمال الإسلام، أهم حاجة في حياتك أصلا. رقم 6، أنت مخلوق ليه؟ قول لي، رد عليا، قول لي كده، أنت مخلوق ليه؟ أنت مخلوق عشان تعبد ربنا. ربنا اللي خلقك، اللي جابك الدنيا ديت، قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا خلقك عشان تعبدني. طب إيه أعظم عبادة؟ الصلاة. يبقى أنت مخلوق ليه؟ عشان تصلي. فقول لي بقى، أنت ما بتصليش الصلاة في ميعادها ليه؟ إحنا مقصرين في الصلاة ليه يا جماعة؟ يعني ينفع تكون مخلوق عشان حاجة معينة وما بتعملش الحاجة اللي أنت مخلوق علشانها؟ وفي عبث أكتر من كده؟ 7، كلنا عارفين إن الصلاة أول ما ربنا فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء في رحلة المعراج كانت 50 صلاة في اليوم. تخيل معايا، تعال نحسبها بحسبة بسيطة، 50 صلاة على 24 ساعة. قول لي يا عم كده، يبقى صلاتين في الساعة. يعني الأذان هيأذن، هتروح تتوضى وتصلي وتخلص صلاة وتصلي السنة، كده نص ساعة. على طول الأذان اللي بعده يأذن، تيجي مصلي الصلاة اللي بعدها، وهكذا، وتفضل طول اليوم في صلاة. بس النبي عليه الصلاة والسلام قعد يعني يطلب من ربنا التخفيف لحد ما بقوا 5 بس. طب هو ليه ربنا كان فارض الصلاة 50 صلاة؟ ما انا لسه قايل لك، عشان انت مخلوق ليه؟ مخلوق عشان العبادة، انت مخلوق عشان كده، فالمفروض تقعد طول اليوم تعمل كده. بس ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام عشان عارفين ان احنا ضعاف، وسيدنا موسى قال للنبي كده، قال له لا، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فاني جربت الناس قبلك. سيدنا موسى كان خبير، كان بيعامل اسوأ الارض، تمام، كلنا عارفين. ف فقال له لا، الناس مش هتستحمل، الناس بطبيعتها البشرية فيها كسل، فيها شهوات، فيها لصوق بالأرض وطمع في الدنيا، فيها تقصير في حق الله. فخلي ربنا يفرض عليهم عدد أقل. ربنا بكرمه بفضله سبحانه وتعالى، برحمته، بتكرمه وهبته سبحانه وتعالى ومنته، خلاهم 5 بس. ومع ذلك أنا وأنت مقصرين فيهم. ينفع الكلام ده؟ ينفع تأثر في الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تعملها دايما؟ بئس العبد. يبقى ليه لازم تصلي الصلوات كلها في ميعادها؟ علشان انت مخلوق علشان كده. طيب باقي ايه اقوله عن الصلاة؟ هو انا اصلا ما قلتش حاجة عن الصلاة، ما قلتش حاجة عن الصلاة. ال7 حاجات دول حاجات مختصرة جدا جدا. ده انا لو قعدت اكلمك عن الصلاة مش هقول لك 7، هقول لك 70 حاجة، هقول لك 7000 حاجة. لكن دي اشارات سريعة، واحنا اتكلمنا في الفيديو ده اشارات سريعة، فيديو تاني نتكلم اشارات سريعة، فيديو تالت نتكلم برضو اشارات. يا جماعة احنا مش هنبطل كلام عن الصلاة. الصلاة دي احنا هنتكلم عنها لحد ما نموت، لان انت لازم يا حبيبي تحس بأهمية الصلاة. لازم يا اخي تستشعر معنى الصلاة وخطورتها عشان تبدأ تصلي. تمام؟ السلام عليكم.